السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فيجا الزملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يوفق إخواتنا وربنا ينصرهم يا رب العالمين. ادعوا لنا وادعوا لأخواتهم إخواتكم، ربنا ينصرهم إن شاء الله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش تدعوا لأخواتكم، ربنا يكرمهم إن شاء الله وربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد بعنوان لعب بلا هدف. الزمالك بدأ الدور الثاني في الدوري، فاز في المباراة الأولى على الأهلي بالانسحاب، فاز في المباراة الثانية على حرس الحدود عن طريق عبد الله السعيد وناصر منسي، والمباراة الثالثة أمام المصري اللي هو في أسوأ حالاته بتتعادل معاه 0-0. تمام. تعادل 0-0 في المباراة الثالثة. طب نتكلم بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده. امبارح يعني، هل انت عايز تروح افريقيا ولا لا؟ ده سؤال اساله لنفسك. دلوقتي انت الكاس النهائي يعني بطوله، بنتكلم في بطوله، فده اركنه على جنب. ده مش احتمال كبير خلاص ان انت تلعب الكاس بعد انتهاء الدوري. فاحنا بنتكلم دلوقتي الدوري. انا دلوقتي بنافس، عايز اروح المركز التاني، عايز العب في بطوله افريقيا. هل انا عايز العب ولا مش عايز؟ ده سؤال يا جماعه اطلب رد من الاداره عليه. هل انت عايز تلعب السنه الجايه ان شاء الله في بطولة دوري ابطال افريقيا، ولا عايز تستناك في الكونفدرالية ومحدش يشوفك؟ ده بنتكلم. اولا باذن الله باذن الله باذن الله وربنا ينصرنا وناخد 3 نقط، يتخصم من الاهلي 3 نقط. فدي نقطة رقم واحد. رقم اتنين، الناس اللي بتتكلم تقول اقالة بوسيرو، ماشي بوسيرو مش كويس، بوسيرو مدرب على قده وانا معترف بكده، لكن مدرب موجود هتمشي، هتجيب مين؟ خلاص هو بنسبة كبيرة ان اخر الموسم هيتكل على الله، ودينا جبناه وخلاص وشربناه. فدي النقطة التانية. النقطة التالتة لعيبة، خلاص انت هتمشي باللي عندك، مفيش أي قيد، احتمال كبير خلاص القيد مقفول وانت مش هتجيب لعيب. ده القماشة اللي عندك، فاهم قصدي؟ والقماشة دي يطلع منها أحسن من كده بكتير. فدي كلها نقط، بنطرح نقط. هنقدر هنقدر ان احنا نروح افريقيا، ولا هنتنينا زي ما احنا قاعدين، زي ما احنا نايمين في الكونفدرالية؟ ده انت حتى يا اخي ما بتكسبش الكونفدرالية. يعني انت السنة اللي فاتت كسبتها بسبب يعني فضل ربنا، فضل الرحمن الرحيم علينا، فاهم قصدي؟ وبعد كده على كام لعيبة، احمد حمدي على انفرادات، جه عندك كام لاعب كده خلص الدنيا وعديت، فاهم قصدي؟ وسيف الجزيري الجدع في كام ماتش، على مصطفى شلبي في ماتشين ولا حاجة، وزقينا، وحمزة المسلوسي ربنا يرجعه بالسلام. فدي الزقة. غير كده انت فين من الكلام ده كله؟ هل انت عايز تستنك زي ما انت؟ خلاص. انا اعرف، بس اعرف موقفي، لكن ما تضحكش عليا وانك قاعد تقول لي اه احنا بننافس واحنا موجودين. لا يا عم، فين؟ النهارده الماتش الجاي قدام بيراميدز، ماتش مهم جدا جدا جدا، يقلب الموسم كله. ما تخسرش، ما تخسرش. هتخسر الدوري اخسر، انا بقول لك اهو. هتخسر الدوري اخسر، هتخسر الدوري اخسر، هتخسر ما تروحش افريقيا اخسر، لكن ما تعشمنيش وتكسب وما تروحش في حته. لا، لان انت خسارتك دي هتقلب الموازين، هتقلب الموازين، هتخليهم يثبتوا رجل. فده اللي بتكلم فيه، ده اللي بتكلم فيه. افريقيا الزمالك عايزين نروح نلعب في افريقيا، دوري ابطال افريقيا مطلب جماهير، كل الفرق عايزه تروح افريقيا يا زمالك. ربنا يوفق. انا مش عايز اتكلم كتير. اللي بيتكلم يا جماعه، اللي بيسال واللي يقول لي ما كلمش ليه على زيزو، باذن الله باذن الله باذن الله مع نهايه عقده وان اثبت ان هو مع الاهلي، باذن الله فيديو عن زيزو، عن زيزو. انا مش عايز اجيب سيره حد عشان خاطر اللاعب على ذمه النادي لحد دلوقتي. الله اعلم بحاله، الله اعلم هو بيعمل ايه. بينه وبين النادي كلام كتير وهنتكلم بالتفاصيل، وانا عندي تفاصيل كتير. باذن الله باذن الله باذن الله حلقه كامله عن زيزو، ممكن توصل لساعه لو راح الاهلي بجد. انا مصدق طبعا ان هو راح وما عنديش يعني انكار الموضوع ده، بس باذن الله اول صوره ليه بتشيرت الاهلي وهو بالنسبه كبيره يعني في الاهلي، يعني ما حدش يتعشم ان هو مش في الاهلي. اول ما ينتهي عقده مع الزمالك باذن الله فيديو بعنوان زيزو. ومش عايز اكمل النقط. كان معكم محمد في قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكرا جدا لحضراتكم على الدعم. عايزين ننجز بقى ان شاء الله ونقرب الدنيا شوية، وربنا يوفقنا ان شاء الله في الدوري، وباذن الله نوصل لهدفنا 500 مشترك، وبعد كده 1000،
وبعد كده 100 ألف بإذن الله. معكم محمد، ادعوا لإخواتنا ربنا ينصرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع السلامة، شكرا.